يحمد الله جاز على من تمنى من ولي العرش خبر اللي طمع في وطننا خبر اللي طامع فيه دونها نثني لجات الطلايا نثني لجات الطلايب خبر اللي طامع في وطننا دونها نثني لجات واجد اللي قبلكم قد تمنى واجد اللي قبلكم قد حربنا لا رحايف وتايب واجد اللي قبلكم قد تمنى حربنا لا راح يا هبيل الراي ولا نتولى يا هبيل الراي وين تحسب ان الحرب نهب القرايب يا هبيل الراي وين انت وين تحسب ان الحرب نهب لا مشى البارك بزيزوم حنا انهى للعادات واهل الحرايب كان ما نجهل على اللي جهلنا ما سكننا الدار يوم الجلايل يا سيدكم يا حاكم شارع شجرة القرية هذه جيناك تمنى من ولي العرش خبر اللي طمع في وطننا خبر اللي طامع فيه دونها نثني لجات الطلايا نثني لجات الطلايب خبر اللي طامع في وطننا دونها نثني لجات واجد اللي قبلكم قد تمنى واجد اللي قبلكم قد حربنا لا رحايف وتايب واجد اللي قبلكم قد تمنى حربنا لا راح يا هبيل الراي ولا نتولى يا هبيل الراي وين تحسب ان الحرب نهب القرايب ان الحرب نهب القرايب يا هبيل الراي وين انت وين تحسب ان الحرب نهب لا مشى البارك بزيزوم حنا انهى للعادات واهل الحرايب واهل الحرايب مشان في زيزومه هنها للعادات واهل كان ما نجهل على اللي جهلنا
بأجمل تحية في بلدة الفرع بمجلس الشيخ محمد مسعد العليني سيدي، كلمات الترحيب بشخصية سموكم الكريم وصحبكم الكرام في هذه الزيارة المباركة لا تعبر عنها مشاعر القلب ونطق اللسان مهما يعبران ويمليان على الأنامل الممسكة بالقلم ليكتب، فإنه لا يستطيع من كثرة وغزرة المشاعر ومن كثرة عبارات الترحيب. والآن خير ما نفتتح به آيات من القرآن الحكيم يلقيها عبد الله السيد العنيني. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال سلام قولا من رب رحيم. والآن بهذه المناسبة كلمة للشيخ حمد مسعد العنيني وأعيان قبيلة العنينات وأهالي بلدة الفرع يلقيها الشيخ عبد الرحمن مسعد العنيني، فليتفضل. يلا تفضلوا يا اخوانك. صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أهلا وسهلا بسموكم وصاحبكم الكرام. يسرنا باسم الشيخ حمد بن مسعد العنيني وأعيان قبيلة العنينات وأهالي بلدة الفرع أن نرحب بسموكم في هذا اليوم السعيد الذي يسجل في ذاكرة أهالي بلدة الفرع بمداد من ذهب، فهو من أجمل الأيام التي تسبق ذكراها الطيبة خالدة في نفوسهم، مثمنين لسموكم هذه الزيارة الغالية التي تجسد عمق التلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب المخلص لدينه ثم مليكه ووطنه، مقدرين لسموكم حرصكم على تلمس احتياجات مواطنيكم والنظر في مطالبهم، واهتمام سموكم بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها. ولا زال أهالي العيص يعيشون فرحة البشرى التي زفها سموكم لهم باعتماد العيص محافظة، رافعين أكف الضراعة للباري أن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير نايف بن عبد العزيز، وأن يجزيهم خير الجزاء على كل ما يقدمونه لهذه البلاد الطاهرة من تقدم ونهضة ورقي، حتى أصبحت ولله الحمد في مصاف الدول المتقدمة في شتى المجالات، وأصبح شعبها ينعم بالخير الوفير والأمن والأمان. صاحب السمو أهالي العيص يثمنون الوقفات الصادقة والرعاية الحانية من قيادتنا الرشيدة على كل ما بذلوه لهذا الموطن من اهتمام ورعاية، ولا يمكن أن يتواسوا تلك الوقفة الأبوية من خادم الحرمين الشريفين أبان زلزال العيص. وسموكم يعلم أن العيص تعرض لوقت عصيب، لكن أهله يؤمنون إيمانا تاما إن أحفاد الرجل الذي استطاع بحنكته مع قلة الموارد أن يحوله إلى هذه الصحاري إلى جنات، فهم بعون الله قادرون على إعادة العيص لأفضل من مكان في ظل متابعة سموكم حفظكم الله. سيدي، اليوم عانقت الفرع عنان السماء، تحية حملتها القلوب قبل الأنسل، وتردد صداها في جبال الفرع الشاهقة ونخيلها الباسقة، هذه البلدة الضاربة في أعماق التاريخ التي تشهد إلى حقبة ما قبل الميلاد، إذ أن القلعة الفرع تقع على طريق القوافل القديم المسمى طريق مارب البتراء، ويرجعها المؤرخون إلى عام 25 قبل الميلاد. وأهالي قرية الفرع خصوصا والعيص عموما يأملون بما عهدوه من سموكم وصاحب السمو الملك الأمير سلطان بن سلمان الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة أن يتم ترميم هذه القلعة وأن تهيأ لتكون متحفا أثريا يضم كل آثار العيص المنقولة التي وجدت بالقرب منها، والتي تعد من أقدم الآثار بالمملكة، لما لذلك من مردود إيجابي للتعريف بآثار هذه البلاد، وجعل المكان مقصدا للسياحة ورافدا هاما من روافد الخير بهذه البلاد الطاهرة. صاحب السمو توفر للفرع الكثير من الخدمات في ظل متابعة سموكم، وللأهالي مطالب
منها مركز صحي طال انتظاره، نقطة أمنية لا يخفى على سموكم أهمية وجودها، مركز للدفاع المدني في ظل الوفرة الزراعية، إيصال المياه المحلاة، الحفاظ على الثروة بمنع حفر الآبار الارتوازية. حفظ الله سموكم ورعاكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. سيدي صاحب السمو الملكي، عودتمونا احترام الكبير وتوقير الصغير فشكرا لكم. والآن مشاركة مع عبد الله بن سعد العنيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله طويل العمر. حي الله ابن سعود فتيان لسعود عند العنيني من مشايخ جينا، أنت ولد ماجد وسلايل العود اللي لران يفك الرهينة، اللي على فعل براهين وشهود يوم سن سيفه واتكله في يمينه، وانت على اسمه راعي الفعل والجود، زادك شرف انك امير المدينة، العيس تشكركم على كل مجهود، في وجودكم يا امير اصبح مدينة، اليوم زهيرة وتتبع لك وفود، تعلم محافظته ويسجلونه، يالله يا محي غاصن، يالله يا محي غصن يا ابس العود، تحفظ ملكنا وتملأ في سنينه، ونايف ولي العهد لبلاده يعود، سالم وغانم والمواقف تمينه، اخوان نوره تحتمي كل مضهود، عدوهم منال غير المهونه، دايم وهو في زود ويرقى على زود، والشعب واحد والعلاقه متينه، وانا وربعي للوطن درع وجنود، قلتها وانا عديني وربعي جينا. سلامتكم. تعال يا حبيب اسمع. يحمد الله جاس على من تمنى من ولي العرش، خبر اللي طامع في وطننا، خبر اللي طامع فيه، دونها نثني لجات الضلايل، الآن بهذه المناسبة هدية الكريم من الشيخ محمد الأميني يقدمها لسعود. واجد اللي قبلكم قد تمنى، حربنا لا رحايب وتايب، يا هبيل الراي ولا تولى، تحسب ان الحرب نهب القرايب، هبيل الراي وين انت وين، تحسب ان الحرب نهبه، لا مشى البارك في زيزوم حنا، انهى للعادات واهل الحرايب، يمشى البراق في زيزومه، هنها للعداء الله يحييك. ماسك النجار يوم الجلايب، ديرة الإسلام حامي همنا، يوصل إليها كل شاعر، سلم يا حمد، سلم يا حمد، سلم